إذا مت يوما لا تدفنوني كما موتاكم، كلما جاء آذار أيقظوني لأعتصر لكم الألم بصوتي. هذه إحدى أغاني قامة وأيقونة وطنية كردية نقلت مأساة الشعب الكردي وعشق الوطن عبر فنه. مغن صدحت حنجرته بآلام ومعاناة الكردي طيلة حياته. تعرض للملاحقة الأمنية في كل من سوريا والعراق وإيران بسبب أغانيه القومية. تعرض للتعذيب الشديد في سجون الأنظمة المغتصبة لكردستان. مقاتل ضمن البيشمركة، حمل السلاح والبزق معا، غنى للثورات الكردية ولكردستان ومدنها والعلم الكردستاني، خدم قضية شعبه وسلط الضوء على ما يتعرض له أبناء الشعب الكردي. فماذا تعرف عن الفنان الكردستاني القدير محمد شيخو؟ ولد في قرية خجوكي في مدينة قامشلو بكردستان سوريا عام 1948. درس الابتدائية في مسقط رأسه والإعدادية في مدينة قامشلو، وبسبب عشقه للفن ترك الدراسة وتفرغ للفن والغناء. قضى حياته بين الحل والترحال، منتقلا بين مكان وآخر هاربا من الملاحقة الأمنية، فتوجه إلى بيروت عام 70، ثم زار العراق وإقليم كردستان مرتين. سجل فيه بعض أغانيه في القسم الكردي في إذاعة بغداد، كما التقى في زيارته الثانية التي كانت عام 73 مع القائد البارزاني الخالد. عام 74 عاد إلى سوريا وسجل أول ألبوماته في مدينة دمشق، وبسبب مضمون أغانيه القومية تعرض للملاحقة مرة أخرى من قبل النظام البعثي، ولكن ظل مثابرا ومستمرا وأراد أن يكون صوت شعبه المظلوم. في العام ذاته توجه إلى إقليم كردستان والتحق بصفوف قوات البيشمركة التي كانت تخوض ثورة ضد النظام العراقي آنذاك. بعد اتفاقية جزائر المشؤومة عام 75 حط رحاله نازحا إلى كردستان إيران، وزار مدينة مهاباط عاصمة جمهورية كردستان وسجل فيها ألبومه الثاني. وبسبب مضمون أغانيه السياسية والقومية طالبه النظام الإيراني في الكف عن الغناء، ونفي إلى مدينة كردية بالقرب من بحر قزوين. عاد مجددا إلى كردستان سوريا عام 83، فتعرض للاعتقال والتعذيب مرات عديدة من قبل النظام السوري. في 6 من آذار عام 1989 أصيب الفنان الكردي بنوبة قلبية بعد خروجه من سجون النظام البعثي، وأسعف إلى المشفى الوطني في مدينة قامشلو، وعلى إثرها فارق الحياة صبيحة 9 من شهر آذار من العام ذاته، تاركا خلفه إرثا فنيا في أكثر من 100 أغنية. شيع جثمانه من قبل عشرات الآلاف في مدينة قامشلو، ووري الثرى في مقبرة الهليلية. رحل جسدا ولكن ظل خالدا في قلوب الكرد، وبات فنه مصدرا يتنقله جيل بعد آخر. Aile güle gülamini, şirin alberdlemini. Aile güle gülamini,